عن سهل حوران، فها هم أبناء حوران، ومن تجمع أحرار حوران ينضم إلينا أبو دجانة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أبو عمر، حياك الله يا أبو دجانة، أسعد الله مساك. هات ما عندك من بشارات خير. المجاهدين الأشايخ، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نشكرك يا ربنا ونحمدك ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من أي شيء بعد. نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا، أن يشفي دربنا، وأن يفك قيد أسرانا، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات للمجاهدين والنصر للمخلصين والخزي والعار للمتقاتلين والقابعين خلف الحدود. غابوا عن ساحات أسود نذروا أنفسهم لله جنود. أقسم بالله العظيم جنود أسطوري لم أشهد له في التاريخ مثلا، ولم أجد له في السير والكتب مثالا كهذا المثال الذي نراه أمام أعيننا. أخي أبو عمر، سأتكلم الآن بالنفس العامية، وأنادي كل من لديه ضمير حي، وكل من يتوجه إلى قبلة الله المشرفة، وكل من يحمل كتاب الله عز وجل في قلبه وعلى لسانه، وكل من يحمل سيف الجهاد ويمضي قدما نحو أعداء الله عز وجل. أخي أبو عمر، نناشد كل حوال، يا حوران يا حوران يا حوران، بيت نريد ازرع، يا أخي لا نريد أن نفتح معاركنا هناك. نحن إن شاء الله ستجدون أمامكم في ازرع، يا شباب ازرع، يا أخوان، يا رجال زرع، يا من لديهم العدة والعتاد والسلاح. إذا كان لديكم السلاح فنحن رجالكم، إذا كان لديكم العتاد فنحن أسود النساء. ستجدوننا بإذن الله على الخطوط الأمامية، ستجدوننا بإذن الله عز وجل في المقدمة، لن تجدونا في الخلف. سنقارع هذا العدو الفرنسي المجوسي الروسي وجها لوجه إذا لا نريد أن نفتح معاركنا هنا. ومن يحاول العرض في سير المعارك في الشيخ مكين، ومن يحاول تغيير البوصلة وتغيير اتجاه البوصلة، والله لن نستجيب له. سنتوجه نحو الشيخ مكين وسندق عروش الطغى وسنزلزل الأرض تحت أقدامهم. أخي أبو عمر، الساعات القادمة نتخطى لهؤلاء الروس وهؤلاء المجوس مفاجآت كبيرة وعظيمة بإذن الله عز وجل. سنزلزل الأرض تحت أقدامهم، سنقطع أشلاءهم، سنطحن رؤوسهم، سنمزق جثثهم إربا. لن نعيدهم بالتوابيت. أخي أبو عمر، لا والله، سنجعلهم طعاما للكلاب حتى لا يقال جاءت الكلاب على أرض حوران بإذن الله عز وجل. سوف ندعو لله عز وجل، سوف ننتقم للحرائر، سوف ننتقم للسكنى، سوف ننتقم لصيحات اليتامى، سوف ننتقم لأولئك المشردين هنا وهناك في دول الجوار وفي مخيمات اللجوء، مخيمات الخزي والعار. هذه المخيمات التي لا تصلح لعيش البهائم، فكيف بمن يعيش فيها من أبطال؟ أخي أبو عمر، لا تزال أمامهم لا تقوى على البيت. كيف ذلك أخي أبو عمر؟ نستفرق المجاهدين، نستنهض هممهم. ازرع يا شباب حوران، ازرع يا شباب حوران، ازرع، لا يتوانوا عن الازرع، لا تحاولوا الاتفاق مع الخارج، اقطع اتصالاتكم مع الخارج، لا تنظروا الى تعليمات الخارج، ولا تسألوا الخارج سلاح. سوف نقاتلهم ونهرم سلاحهم، سوف نأخذ السلاح من بين ايديهم وندق به عروش الطغاة. لن نتقهقر ولن نتراجع. املنا بالله عز وجل كبير، وتناسلنا من الله، النصر من عند الله. ان تنصروا الله يا شباب حوران ينصركم، ان تنصروا الله يا رجال حوران ينصركم، ان تنصروا الله يا مجاهدين حوران ينصركم. لا تلتفتوا الى تعليمات، لا تلتفتوا الى تعليمات فاترة من غرف المخ ومن هنا وهناك، من غرف الضلال. اخي ابو عمر، ازرع يا شباب، ازرع، اكرر اعيد، ازرع. انا اول مقاتل تجدونني في المقدمة نحو ازرع، ستجدونني مع الانجراسين، واذا وجدتم كلامي غير صحيح تتأخروا وتراجعوا. والله ان زرعوا
بيت العنكبوت. يا رجال النجاة، يا ثوار النجاة، يا مجاهدين النجاة، ازرع امامكم نقبة انطلاق العدو المجوسي في هجومه على الشيخ مسكين. ازرع وازرع ظهرها علينا يا ابو عمر. لا بد ان نطعنهم في نهرهم. الطعن في النهر يكون في ازرع، هي مرحلة عظيمة باذن الله عز وجل. ازرع يا رجال الله، ازرع يا جنود الله. مدينة ازرع يا رجال حوران، والله يوهم من بيت العنكبوت. لا كاد اقسم واقسم بالله العظيم ان ازرع باذن الله عز وجل سوف تسقط 40 ساعة. انهم متقهرون جبناء خانعون باذن الله عز وجل. سننحرهم على ازرع وستكون ازرع وصديقة الايام القريبة القادمة. وانتم يا من تحكون الاوامر من الخارج خبتم وخابوا، خبتم يا عبد الدرهم والدينار، لا لدرهمكم ولا لديناركم. اذا كان رزقنا عليكم فلا نريده، نحن نتوكل على الله ورزقنا على الله، وسنجاهد في سبيل الله لا في سبيل مسكوت فاخر يرسلون به من الخارج، يشترون الانفس الرديئة مقابل حكم من الدولارات. تبدأ لكم سحقا، ألا تخجلون؟ ألا تستحون؟ والله لولا شدنا الحرار لاستجابت أسرع من استجاباتكم أيها القادة المتعاملون، أيها القادة المتخاذلون. والله نشاهد بيوت الوغى شبابك يا ابو عمر 17 16 18 19 و21 يبقوا نداء الفزعة. معركة أهل النخوة يا أهل النخوة في الشيخ مسكين. هبوا يا رجال الله، هبوا يا أحفاد القعقاع، هبوا يا أحفاد طلحة والزبير وعثمان وعلي، هبوا يا أسود الخطاب، هبوا ولا تتقدروا. والله إنها لحياة طويلة، والله إنها لحياة طويلة، والله إنها لحياة طويلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تنظروا إلى الكثرة، لا تنظروا إلى العدد والعدة. وليل إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا نريد كثرة ولا نريد عدة ولا نريد عتاد. لقد أعددنا لهم رجالا يعشقون الموت كما يعشق المجوس الحياة. أعددنا لهم رجالا نذروا أرواحهم في سبيل الله رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل العقيدة ومن أجل الأعراض ومن أجل الأرض ومن أجل الدين ومن أجل الحرام ومن أجل اليتامى ومن أجل المشردين ومن أجل المهجرين ومن أجل المعتقلين. إخوانكم في السجون يلتمسون منكم عملا ويسألونكم خيرا ويرقبون منكم نصرا قريبا ليحررهم من جنازل الطغيان، من جنازل العتاة الجبارين. فقد تقدموا خير أهل سود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال. تقدم إلى النصر أنت العظيم وأنت الكبير وليس القتال. فبالقاذفات يأثير العدا وعدم القلوب الندال وهيرت دي ماسفا وانكفا وفكر فنعم الردى والمعان وفكر فنعم الردى لقوت والمعمعات ألذ من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ما حياة الذنوب الثقال. وكم خالدا وما أدراك ما خالد. هذا الذي كسر عنك المجوس ومرد عنك كسوة التراب. لا تردنا خائبين يا الله، عليك علمنا الآمان يا الله، طلبنا منك النصر يا الله. يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار اقهر المجوس والبشار. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم انزل عليهم السماء كسفا، اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحية وألف تحية إلى الرجال الصامدين الأشاوس الأبطال المخلصين على أثر الشيخ مسكين. وإن شاء الله النصر لكم يا رجال الله والخزي والعار للمتقابلين، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك ولا فض فوك يا ابن حوران.
أسأل الله أن ينصركم وأن يكن معكم أيها الرجال. والله إننا بحاجة لهؤلاء الرجال الذين يرفعون الهمم ويشدون العزم على أيدي إخوانهم، فأسأل الله